ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده بقى اول فيديو حقيقي على القناه الجديده. اتمنى ان انتوا كده تستفيدوا منه. اتمنى ان هو يديكم نشاط، يعني هو الفيديو بمشتريات وروتين ويوم بقى يوم من حياتي. شوفوا يومي كده بيبقى عامل ازاي بره الكواليس وبره تكات ماري بقى والشيف ماري والكلام ده. فده يوم كده طبيعي جدا، انا هبقى معاكم من اول اليوم لاخره خالص. عاوزاكم بس تدعموا الفيديو ده بلايكات كتير، واكتبوا لي بقى تعليقات كتيرة كده وشجعوني. وكمان ما تنسوش دعوة حلوة كده من قلبكم لاختكم ماري، لاني محتاجة دعواتكم جدا. خلينا ابتدي معاكم كده على طول. انتوا هتلاحظوا ان مشتريات الاسبوع اللي هي الخضار كتيرة شويتين المرة دي. هقول لكم ليه دلوقتي، بس في الفيديو واحنا شغالين. انا جبت حوالي كده مثلا 8 كيلو بصل او 7 كيلو بصل، مش فاكرة، بس هو الكيلو ب10 جنيه. جبت برضو الطماطم، الطماطم الكيلو، تقريبا الكيلو ب10 برضو. جبت 8 كيلو طماطم او 10 كيلو، لا جبت 10 كيلو طماطم. و... والخيار جبت 6 كيلو. الخيار جبت 4 كيلو، الكيلو على 20. يبقى البصل ب10 والطماطم ب10 والخيار ب20. الخيار جبت 4 كيلو ب80. جبت كمان كيلو جزر، كيلو الجزر ب20 جنيه، والخضرة دي ب5 جنيه. بس الجزر ده حلو، انا بحب الجزرية اللي شكلها كده، بحس انها بتبقى مسكرة شوية. وجبت فلفل الالوان ده، وبصراحه بعد ما جبته حسيته مش قد كده، فرجعت لما رحت تاني يوم جبت كيلو تاني فلفل الوان، لان ده ما كانش عاجبني او حسيته مش فريش كده، مش طازه يعني. الفلفل الالوان كان ب30 جنيه، بس ما كانش حلو زي ما بقول لكم. جبته تاني يوم ب40 جنيه، كان حلو. والعنب جبت الكيلو ب تقريبا ب45 جنيه. جبت 2 كيلو ب90. بصوا، في جزء بقى انا كنت مصوراه مشتريات تانية، بس كنت مصوراه والشاشة بالعرض، لان كتير بيقولي صوري بالعرض يا ماري، الشاشة بتبقى كبيرة كده وبنشوف يعني بنشوف اللقطة احسن. فصورت بالعرض ونسيت وصورت اللقطة دي بالطول، فما ينفعش احط الاتنين مع بعض، يعني ما ظبطوش مع بعض. ففي مشتريات مش عرفت اجيبها لكم. هنا انا جبت نص كيلو كريم شانتيه اللي هو الابيض ده ب180، وكرتونة البيض بقت ب100 جنيه. قولوا لي بقى كرتونة البيض عندكم عاملة كام؟ هي اخر حاجة يعني ثبتت كده على ال100 جنيه بقى لها فترة. جبت شوية توابل حلوين كده، يعني حاجات كتيرة كانت ناقصة عندي الفلفل الأسمر والبابريكا كانوا خالصين، يعني خلصوا خالص، يعني ما كانش فيهم حاجة. وجبت توابل الشرق الأوسط، جبت مرقة لحمة بودر. وجبت ايه تاني؟ شوية توابل اللي كانوا ناقصين عندي جبتهم. وجبت كيلو فريك، كيلو الفريك ده ب40 جنيه. لان عندي حمام عاوزه اعمله بصراحه، عاوزه اعمله بفريك. فكل ما اجي اعمله الاقي نفسي ما فيش فريك، واجي اروح اشتري الطلبات بتاعتي، انسى اجيب اول مره افتكره يعني. يعني من ساعه ما فطرنا وانا عماله اقول كل ما هروح اجيب الفريك واجي وانسى اجيبه، مش عارفه ليه يعني، ده بالذات بنساه. الحمد لله المره دي افتكرت، يعني الحمد لله عشان اعمل الحمام بقى. ده الكريم شانتيه برضو كان خلصان من عندي خالص. والفلفل الاسمر كان خلصان، والبابريكا زي ما قلت لكم. متهيألي جبت التوابل اللي جبتها كانت توابل كفته. وكمان لاني هعمل وجبات، فالوجبات دي كفته، عشان كده الخضار معايا كتير شويه، جبت خضار كتير شويه. وجبت التوابل بتاعه الكفته، وجبت زي ما قلت لكم البابريكا كانت خلصانه، وده الفلفل الاسمر. بصوا البرطمان كان خلصان خالص، فانا ما عرفتش اغسله واسيبه ينشف، لان كنت مطلعه اوردر في اليوم ده هوريه لكم دلوقتي. فكنت عايزه فلفل اسمر يبقى موجود عندي في البرطمان، فانا لمعته كده على الماشي ومليته عشان اعرف اشتغل بسرعه. الاوردر ده كان مطلوب مني، وانا يعلم ربنا يعلم ربنا كنت هلكانه يعني. اللي طلبوا الاوردر يعني مكلميني على الواتس، وانا كنت لسه داخله اريح على السرير. كان حوالي الساعه مثلا 6 بعد المغرب او 6 المغرب. لسه هحط راسي على المخده لقيت اللي بيكلموني على الواتس عاوزين اوردر. فانا بصراحه يعني لما بيجي لي اوردر حتى لو بموت ما برضاش ارفضه، لاني بقول ده رزق جاي لاولادي وجاي ليا، فما ينفعش ان انا يعني اقصر. ومثلا ربنا بعت لي رزق واقول لا، يبقى انا كده بحس ان انا يعني بحس ان انا عملت حاجه غلط، ان انا يعني ربنا بعت لي رزق وانا بقول عليه لا. فمهما كنت تعبانه بوافق عليه. بس انا قلت لاصحاب الاوردر معلش انا هريح ساعه، لاني تعبانه كنت شغاله من اول اليوم. قلت لهم هريح ساعة وبعد كده هصحى. اكتبوا لي الطلبات اللي انتوا عاوزينها على الواتس، هصحى اشتغل لكم فيه. يعني هشتغل فيه مثلا من الساعة 8. اخدوا الاوردر حوالي الساعة، لا اشتغلت فيه 9 او 8 كده، خدوه الساعة 11 ونص بالليل.
كانت ورقة لحمة ورز بسمتي بالمكسرات وجلاش باللحمة المفرومة. بعد الاوردر بقى انا سلمته، طبعا كنت هلكانه، يعلم ربنا كنت مش قادره اقف على رجلي لحظه، فسبته. ودي كان يعني من النوادر ان انا يعني بسيط قوي لما اسيب مواعين مثلا وكده. ما قدرتش بامانه، سبت المواعين زي ما هي متدربكه كده للصبح. الصبح بقى كنت غسلت الرخامه اللي انا بغسل عليها المواعين دي، كنت هبتدي ان انا اغسل المواعين، وبعدين قلت طب ما اصور معاكم الفيديو ده. فانتوا شفتوا طبعا شكل الاوردر اللي كنت مصوره لكم من اللقطه الاخيره. ما كنت عاوزه اصور لكم الاوردر نفسه، لو طلب مني اوردر زي ده بالظبط هحاول ان انا اصوره لكم، يعني حلو بصراحه. عايزه اقول لكم من جمال الاوردر ده، يعني الناس اللي بيطلبوه هو كل مره، يعني ما بيغيروش. آه فانا سبت المواعين، بس صحيت بدري. يعني انا عارفين لما بيكون واحده، انتوا اكيد ستات بيوت شاطره برضو، وعارفين ان الواحده لما بتكون يعني في حاجه ما عملتهاش في البيت وشاغله بالها. يعني مثلا ما غسلتش المواعين والمطبخ كله مواعين، كان شكله بصراحه يعني يسد النفس. فهو كل اوردر بيبقى المطبخ بالمنظر ده زي ما انتوا شفتوه كده. انتوا لما شفتوه كنت انا غسلت الرخامه والحوض ولميت بقى الدنيا، ظبطتها عشان اغسل، يعني عشان ابتدي اغسل مواعين. وبعد ما ظبطت الدنيا عشان ابتدي اغسل في المواعين، قلت اما اصور معاكم يعني. فعايزه اقول لكم المطبخ كان شكله يعني بجد يعني حاله صعبه. فانا قمت حوالي الساعه 4 قبل الفجر، او ممكن 5، 4 5 بالكتير. يعني انا الوقت اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده الناس كلها نايمه في سبات عميق، وانا الوحيده اللي واقفه بغسل مواعين. فصدقوني الحياه يعني كلها تعب، وكلها يعني مسؤوليه. وانا عارفه ان كلنا ستات بيوت قد المسؤوليه وشاطرين، ومفيش واحده فينا بتأثر في بيتها ولا في حق اولادها ولا الكلام ده. فده يوم من يوميات ماري كده، يعني قلت اما اشاركه معاكم من اوله. وفي الايام اللي زي دي كده ما ببقى خلاص يعني تعبانه قوي، يعني انا طلعت، هتشوفوه في اخر الفيديو. طلعت، فاكرين انتوا الوجبات اللي انا لسه كنت منزلها لكم على القناه هنا، والوجبات دي منزلها على قناتي التانية تكات ماري. طلعت بقى اللي هو علبه من اللي هي الوراك المتبله، وعملتها كبسه. ودي بالنسبه لي اسهل اكله ممكن اعملها لو انا تعبانه مجهده عايزه اعمل اكل سريع. لان انا عايزه اقول لكم انا غسلت المواعين، واليوم ده اللي هو كان فيه زلزال في مصر. انا هقول لكم انا صحيت امتى. صحيت في وقت الزلزال لما جالي انذار على الموبايل، صحيت و... وبس. بعد ما صحيت ما نمتش تاني عشان المواعين. وكده كده كنت انا هصحى بدري، بس يعني لما بيكون ورايا حاجه بصحى بدري، بس انا افتكرت لكم انا صحيت بدري قوي. انا صحيت الساعه 3 تقريبا. وقت الزلزال كانت الساعه 3 و10، مش فاكره بالظبط يعني. فبعد ما اتخضينا بقى وهاج وماج والكلام ده وايه والزلزال والدنيا، ولبسنا هدومنا عشان لو حاجة حصلت نطلع بره نجري. وكان بصراحة يوم الولاد اتخضوا وكده، يعني الحمد لله انه عدى على خير، وربنا يسترها علينا كلنا يا رب. المهم في الوقت ده بقى كله بقى بعد موضوع الزلزال وكده دخل نام، وانا بقى ايه قلت لا طالما صحيت اعمل المواعين. انا عايزه افتكر لكم انا صحيت ليه، بس نسيت موضوع الزلزال. المهم بقى ايه، طلعت اللي هي وجبة من الوراك اللي انا متبلاها جاهزة. كنت محتارة بقى ان انا اشويها واعمل جنبها رز او مكرونة متحمرة، او ان انا اعملها مثلا اللي هي كبسة سعودي. فاستقريت ان انا هعملها كبسة، لان الكبسة دي من اسهل الاكلات اللي انا بعملها، يعني بعملها بالظبط في نص ساعة. وانا بتهيألي ان منزلها لكم على قناه تكات ماري، ولو عايزينها برضو انزلها لكم تاني. الاكله دي بالظبط يعني، او حرفيا كده، دي اسهل اكله لو انت مش قادره تقفي في المطبخ مفرهده تعبانه، بعد الشر عليكم كلكم يا رب، تعمليها في ثانيه. يعني انا عملتها. انا اولا بعد ما خلصت المواعين والكلام ده، انا رحت ريحت شويه عشان ما اكدبش عليكم، لان بجد انا تعبانه. انا اصلا رجلي تعبانه بقالها يعني فترة كبيرة، بقالها حوالي، انا داخلة في 3 شهور دلوقتي، رجلي فيها مشكلة جامدة. انا كشفت وجبت علاج بس ما خفتش على العلاج، يعني عايزة اروح بقى اشوف فيها ايه، يعني اعمل اشعة، اعمل حاجة زي كده. فاصلا الدكتور لما كشفت عنده قال لي ما تقفيش فترات طويلة. انا في اليوم ده حرفيا يعلم ربنا ما قعدتش اصلا، يعني انا طول اليوم واقفة. فدعواتكم ليا كده ان ربنا يعيني ويعينكم يا رب، كل واحد ربنا يعينه على المسؤوليات اللي وراه، ويا رب كل واحد فيكم يحقق الحلم اللي هو نفسه فيه. يعني انا طموحة جدا على فكرة، ومن الناس اللي هي بتتمسك بحلمها قوي. واحدة غير كان ممكن يعني في موضوع القنوات وكده كان زهقت من زمان وملت، بس انا مصممة ان انا اوصل لحلمي، وحاسة ان ربنا هيعوضني في يوم من الايام. بالنسبة للقناة اللي هي الكبيرة او الاساسية اللي هي تكات ماري في المطبخ، بالمناسبة لو انتم مش مشتركين فيها بقى اشتركوا فيها. اسمها تكات ماري في المطبخ. انا وصلت كده 93,000، يعني قربنا نكمل على 100,000. وعايزه اقول لكم يعلم ربنا مش عشان قناتي بس، انا شايفاها ان هي قناه مفيده،
وشايفه ان هي محتواها كله حلو، يعني اكيد اكيد هتستفيدوا منها. بس انا كده يعني ايه، كنت ابتدى الحوض يتملي لان المواعين كتيره، فانا يعني هغسل معاكم تقريبا الصينيه دي وهكمل، او يعني هكمل بقيه المواعين لوحدي. فانا عملت في اليوم ده كبسه سعودي، وعايزه اقول لكم انا ماشيه على الرجيم الحمد لله وبخس كويس قوي. وتحسوا ان اليومين دول كده انا مش مركزه قوي في الاكل، يعني ايه، ممكن يوم افضل طول اليوم ما اكلش عادي او اكل حاجات بسيطه. فالحمد لله يعني وزني كده كده يعني ابتدى ينزل، بس انا عايزاه ينزل بسرعه. يعني انا بقالي سنه دلوقتي، في السنه دي خسيت 22 كيلو، انا شايفاه انجاز وانا مبسوطه. حتى لما بتابع مع شات جي بي تي وبقول له يعني لما قلت له الوزن بتاعي اول ما ابتديت رجيم، قال لي انت محتاجه من سنه ونص لسنتين عشان تخسي الوزن اللي انت عاوزاه. انا محتاجه كنت اخس 40 كيلو، انا دلوقتي خسيت من اللي انا عاوزه اخسهم، او من ال 40 كيلو خسيت 22 كيلو، فانا فاضل لي 18 كيلو واوصل للوزن اللي انا عاوزاه في الدايت. وانا مكمله، بس انا المره دي عامله رجيم صح، يعني ما بحرمش نفسي من حاجه، باكل بكميات معقوله، مظبطه اكلي، عارفه ايه الصح اللي انا اكله، عارفه امتى افرمل او اقف وابطل اكل لان الحاجه دي هتضرني. حاولت على قد ما اقدر امنع سكر خالص. لما بعمل حاجات ومعجنات وكده باكل منها يا دوب بدوقها بس، يمكن اللقطه اللي بتبقى قدام الكاميرا بس. اهو دي الوراك اللي انا كنت مطلعاها اعملها، ودي الكبسه بقى، يعني هي دي اللي منظرها في الاخر، وشويه خضار كده، وهو ده الغدا بتاعي. لو عجبكم الفيديو بقى لايك من ايديكم الحلوه واشتراك في القناه، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.